لآلاف السنين ظل بناء الأهرامات المصرية لغزا محيرا. كيف تمكن المصريون القدماء بدون آلات حديثة من نقل ورفع ملايين الحجارة الضخمة التي يزن بعضها أكثر من 50 طنا لبناء هذه الصروح الشاهقة؟ تتعدد النظريات، فمنها من يرجح استخدام منحدرات بسيطة وزلاقات خشبية لنقل الحجارة، بينما يقترح البعض الآخر وجود قنوات مائية أو رافعات بدائية. لكن تبقى التفاصيل الدقيقة لكيفية تنظيم العمل وتنسيق جهود آلاف العمال والتقنيات المستخدمة في القص والنقل والرفع موضع نقاش وجدل مستمر. اكتشافات أثرية جديدة مثل بقايا مساكن العمال ومواقع المحاجر تقدم لنا لمحات عن حياة هؤلاء البناة، لكنها لا تقدم إجابة قاطعة. حتى الآن يظل سر بناء الأهرامات الذي بدأ منذ حوالي 4500 عاما واحدا من أعظم الألغاز في تاريخ البشرية.